بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. فهذا الدرس الثاني إن شاء الله من قراءة كتاب عقيدة المؤمن للشيخ العلامة أبي بكر الجابر الجزائري رحمه الله، والتعليق عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله، كنا توقفنا في قوله ورزقهم من الطيبات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللسامعين. قال: ورزقهم من الطيبات، وفضلهم على كثير من المخلوقات، وزودهم بالعقل ليعرفوه، وأمدهم بالنعم ليذكروه ويشكروه. وهو كان سبق معنا في الفقرات الأولى الحديث عن خلق العالم في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأن العالم مخلوق غير أزلي، وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في الكون لا كما ما يقوله طائفة من الربوبية الذين يثبتون للعالم خالقا، لكنهم ينكرون الأديان ويقوم بأن الله سبحانه وتعالى خلق، أو بأن الرب خلق العالم وتركه. والمصنف رحمه الله في قوله في حمده لله سبحانه وتعالى وحمد الله عز وجل نفسه في خلق السماوات والأرض دل على أنه يتصرف فيها سبحانه وتعالى أو فيهما سبحانه وتعالى. كذلك أخبر أو قال في مقدمته: جعل الظلمات والنور. مضى معنا على أن المقصود بالنور هو الوحي المحفوظ، هذا هو النور. فالنور واحد وهو الوحي، من تمسك بالوحي فهو على نور من ربه، ومن حاد عن الوحي فهو في الظلمات، والظلمات سبلها كثيرة. ومضى معنا كذلك أن الإنسان أصل خلقته من الطين، وسوف يأتي معنا مزيد كلام في هذا، وأن نسله، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين وخلق نسله من ماء مهين، فاختلف الخلقان، خلق آدم وخلق سلالته. فخلق آدم عليه السلام مباشر بيد الله عز وجل، وخلق من طين، وسوف يأتي معنا أنه من طين لازب، وأنه من صلصال، وهو هو الطين الذي ييبس من طول المكث ييبس، وكذلك من حمأ المسنون، والذي يكون له رائحة من طول المكث إذا مكث مع الماء وغير ذلك مدة. هذا كما سوف يأتي معنا مزيد هذا إن شاء الله. قال: وشرف آدم أبا البشر بخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. وتكلمنا بأن الروح هي ليست من هذا العالم، وإنما هي خارج عن هذا العالم، فلا تقاس بما تقاس عليه سائر الماديات. قال: وكرم ذريته إلى آخر ذلك. ثم الآن قال: ورزقهم، الكلام في ذرية آدم، رزقهم من الطيبات. والرزق عند أهل السنة والجماعة هو ما صح الانتفاع به، كل ما صح الانتفاع به، فالطعام الذي يصح الانتفاع به أكلا، واللباس الذي يصح الانتفاع به لبسا، والمركوب الذي يصح الانتفاع به ركوبا، كل ما يصح الانتفاع به فإنه رزق، حلالا كان أو حراما. كل ما صح الانتفاع به يسمى رزقا، وهو رزق سواء كان من حلال أو كان من حرام. والمعتزلة عندهم أن الرزق هو ما صح تملكه لما صح الانتفاع به، فيخرجون بذلك الحرام، يقول بأن الحرام ليس من الرزق في شيء، الحرام ليس من الرزق. ولذلك عندهم لو أن طفلا نشأ بين لصوص يطعمونه مما يسرقونه من حرام، ثم كبر على ذلك، ثم صار لصا معهم، وظل يعيش من اللصوصية حتى مات، أن الله تعالى لم يرزقه أبدا، من ولادته إلى وفاته ما رزقه الله تعالى بشيء، ما رزق. فقلنا بأن الرزق هو ما صح الانتفاع به، لا ما صح تملكه. وقوله ورزقهم من الطيبات، هذا كقول الله سبحانه وتعالى: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا ليس معناه أن الله تعالى ما رزقنا إلا الحلال الطيب، بل ما كلفنا بأن نأكل إلا الحلال الطيب. فقوله كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فيه إشارة أن ثم رزقا آخر رزقناه الله سبحانه وتعالى، غير مأمورين بأن نأكل، بل محرم علينا أن ننظر إليه. فكلوا مما رزقكم الله هذا عام، حلالا طيبا هذا تمييز لذلك، هذا تمييز له، أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من الحلال لا من الحرام. واضح؟ فهذا الذي يستدلون به على أن الحرام ليس من الرزق، ليس هو في الأصل دليل عليهم. إذن قال: ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى قد فضل جنس البشر على كثير من المخلوقات، فضلهم بالعقل، فضلهم خصوصا المؤمنون منهم، فالمؤمنون منهم هم أفضل حتى من الملائكة،
والعلماء قطعا يعني العلماء المؤمنون العاملون هؤلاء أفضل من الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال، وهذا من عجيب ما استدل به الإمام القرافي رحمة الله عليه في مقدمة الذخيرة، حينما تكلم عن قول الله سبحانه وتعالى من سورة البينة قال ذلك لمن خشي ربه، قال قبل ذلك أولئك هم خير برية. خير البرية وخير البريئة أي خير الخلق على الإطلاق، خير الخلق على الإطلاق. ثم قال الله تعالى ذلك أي هذه الخيرية بحيث يكون خير، قال ذلك لمن خشي ربه، حتى يكون الإنسان خير خلق الله سبحانه وتعالى شرطه أن يكون ممن خشي ربه. والذين شهد الله تعالى لهم بالخشية هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، غير العلماء ليس. فاستدل بهذا على أن العلماء قال أفضل من الملائكة. العلماء وشرط بهذا أن يكونوا عاملين، إذ العالم بلا علم جاهل، الذي العالم بلا عمل جاهل، من لا يعمل بعلمه هذا لا يكون عالما. قالوا أمدهم بالنعم ليذكروه ويشكروه. إذن هذه هي الحكمة من إمداد الله سبحانه وتعالى لنا بالنعم، أو الغاية من إمداد الله سبحانه وتعالى لنا بالنعم أن نذكره بهذه النعم وأن نشكره على هذه النعم. فالله سبحانه وتعالى ينعم علينا ليذكرنا سبحانه وتعالى، يعني يذكرنا الله سبحانه وتعالى بفضله علينا، ونعمه تتجدد مرات يعني في يومنا هذا. يكفي من استيقاظك يعني هذه نعمة أن يكتب لك يوم آخر تتوب فيه أو تزداد فيه عملا، وهذه نعمة أن يمد لك في عمرك وأن يكتب لك أن تعيش يومك هذا. وكذلك ما يحاط بك مثلا من هذا، كل هذه نعمة. الله تعالى يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول بعضهم إن النعم على قسمين، نعم جلب ونعم دفع. فهناك بعض النعم جلبها الله سبحانه وتعالى لك، وهناك بعض النعم، بعض الأشياء التي دفعها الله تعالى عنك تسمى نعمة، مما دفعه الله تعالى يكون نعمة. لو أنك جلست مع نفسك لتعد الأوبئة والأمراض التي لو شاء الله تعالى لاجتمعت فيك، وهي موجودة في غيرك إما متفرقة أو مجتمعة. فغيرك قد يكون مريضا بالسرطان، والآخر مريضا بالكليتين، والآخر مريض مثلا فاقدا للبصر، والآخر فاقد مثلا للذوق. أمراض الكثيرة التي هي دفعها الله تعالى عنك ووجدت في غيرك مجتمعة أو متفرقة. لو جلست لتعد فقط نعم الدفع لما استطعت أن تحصيها، لما استطعت أن تحيط بها. لو جلست لتعد فقط النعم التي مما دفعه الله تعالى عنك. أما إذا جئت إلى نعمة الجلب، وأعظمها أن جعلت مسلما وكتبت من المسلمين، وهيئ لك البيئة التي تعينك على أن تكون مسلما، هذه أعظم النعم. إذ غيرك ما أكثر الفاقدين لها. أن تكون يعني أن تهيئ لك الأسباب لتعتنق دينا ينجيك من الخلود في النار ويكون سببا لدخول الجنة، وتهيئ لك الأسباب لذلك وتسهل لك ويسهل لك بها يعني امتثال شعائر الإسلام والرد. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها يعني كثير من الناس، والله المستعان. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله تعالى علينا كثيرة. فالله عز وجل يعني ينعم أو أنعم الله سبحانه وتعالى بنعمه الظاهرة والباطنة لنذكره سبحانه وتعالى ولنشكره. نعم. ثم قال أنزل الكتب واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس لإبلاغ عباده شرائعه من الدين ليعبدوه ويوحدوه، فتكمل بذلك آدميتهم وتشرف به إنسانيتهم. نعم، تكمل بذلك آدميتهم وتشرف به إنسانيتهم. الله عز وجل أرسل لنا الرسل وشرع لنا الشرائع، ويعني يعني كلفنا بتكاليف وغير ذلك لتكمل إنسانيتنا. فالإنسان تكمل إنسانيته ويكمل شرف آدميته بامتثاله شرع الله سبحانه وتعالى، بتمثله أو بتمسكه بالوحي. وإذا زاغ عن الوحي كان كالأنعام، بل قد يكون أضل من ذلك. حينئذ ينزل من شرف الآدمية إلى ذل البهيمية، ينزل من شرف الآدمية إلى ذل البهيمية. فشرف الآدمية
يكون بماذا؟ يكون بالتمسك بالوحي، يكون بالتمسك بالوحي. نعم. ويتأهل لكرامة الدار الآخرة والسعادة الدائمة فيها، حيث ويتأهل لكرامة الدار الآخرة، لأن حتى يصير يعني يتأهل أي حتى يصير أهلا للدار الآخرة، لأن الدار الآخرة اللي هي الجنة لا يدخلها إلا من كان مؤمنا موحدا، هذا هو الذي يدخلها. فحتى يتأهل لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليتصفوا بما جاء به الرسل ويفعلوا ما جاء به الرسل فيكونوا أهلا لدخول الجنة. فلا أحد يكون أهلا لدخول الجنة إلا بعد يعني لا أحد يكون أهلا لدخول الجنة إلا بأن تتبع الرسل، حينئذ تصير أنت أهلا. فالرسل جاءوا ليبلغون شرع الله تعالى الذي بامتثالنا له نكون أهلا لدخول الجنة، وإلا كنا خلاف ذلك. نعم. قال والسعادة الدائمة فيها، حيث كتب لهم ذلك وقدره تقديرا، فسبحانه من رب رحيم وإله عظيم لا إله غيره ولا رب سواه. والصلاة والسلام التامان الأكملان الدائمان المتلازمان على محمد حبيب الله وخاتم رسله وأنبيائه، صفوة الخلق وخيرتهم، وإمام الأنبياء وسيدهم، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وسيد كل مولود، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البررة الراشدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه نظرا لأهمية العقيدة الإسلامية في حياة الفرد المسلم وضرورة خلوها من الشك وسلامتها من شوائب الشرك ونقائها من كدورات الخرافات، يعني هذا دافعه، يقول نظرا لأهمية العقيدة الإسلامية، لكن العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة يحتاج يعني هي مهمة في حياة كل فرد مسلم. قال شروط كونها صحيحة: أولا أن تكون خالية من الشك، إذ الشاك غير مؤمن، غير جازم، فلا يكون العبد مؤمنا إلا بالقطع واليقين. فمن طرأ عليه شك في أصل من أصول الاعتقاد فهو غير مؤمن به. وسلامتها من شوائب الشرك، كذلك قد يكون الإنسان غير شاك في معبوده لكنه لم يسلم من شوائب الشرك، فتكون عبادته مخلوطة بشرك. له يقين في أن الله تعالى خالقه، وأن الله تعالى هو رازقه، وهو مدبره، هو مدبر العالم، له يقين في ذلك، يعني في ربوبية الله تعالى لا شك له فيها، لكنه في ألوهية الله سبحانه وتعالى له خلط في ذلك، فيظن أنه من التوحيد أن يجعل مع الله تعالى ند، وأن من التوحيد أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى ويذبح لغير الله تعالى ويتبع غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن هذا من التوحيد وذلك، وهو محض شرك وكفر. فهذا مما هو مهم لتنقية العقيدة. قال ونقائها من كدورات الخرافات. بعض الناس عندهم لهم اعتقادات خرافية، منها كثير منها يؤثر في التوحيد، كثير من هذه الاعتقادات يؤثر في التوحيد، ومنها ما إذا لم يؤثر في التوحيد فإنه يؤثر في سلامة العقل، لأن المعتقد هذا والقائل بهذا يكون هو إلى الجنون أقرب منه، أو إلى السفه أقرب منه إلى العقل وغير ذلك. مثلا الشخص في الخرافات التي عندنا هنا، مثلا أن الإنسان إذا حك يده أنه سوف يمسك شيئا أو سوف يمسك مالا، وإذا عض لسانه فإنه سيأكل لحما، وإذا يعني ذارفت عينه أو أصاب عينه وقع أو شيء من هذا أنه سوف يعني يفجع في موت حبيب. كل هذه من الخرافات. هذه إذا لم نقول بأنها تؤثر في التوحيد وتؤثر مثلا، فإنها تقدح في عقل هذا القائل الذي يؤمن بهذا ويصدق مثل هذه الأمور، وكذلك ما يصدقونه في بعض الناس. نعم. قال ونظرا إلى الهزات العنيفة القوية التي تتعرض لها العقيدة الإسلامية في هذه الأيام من جراء طغيان المادة من جهة، ومن طفرة العلوم الكونية المادية من جهة أخرى. نعم. نظرا إلى هذا وذاك، فقد رأيت أن الحاجة جد ماسة إلى وضع كتاب مناسب في عقيدة المؤمن
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون سهل العبارة قريب الإشارة، حججه قوية وأدلته قطعية، مضاء بضياء الأدلة السمعية الدينية الشرعية، منارا بأنوار الحجج العقلية النظرية القياسية. وهذا كله جمعه جزاه الله خيرا في هذا الكتاب. نعم. كما رأيت أني أقترب من شاطئ نهاية حياتي وأتقدم بسرعة نحو باب مماتي، ورجوت ربي ألا يأتيني أجلي إلا بعد أن تقضى لباناتي. نعم، يعني حاجاتي. نعم. في وضع الكتاب المطلوب وتركه بعدي صدقة جارية وحسنة سارية يصلني من بركتها ما يزيد في نعيمي إن كنت من المنعمين، أو ما يخفف عني عذابي إن كنت من المعذبين. وصراحة هذا كلام جميل صراحة، جزاه الله خير. وهذا الذي ينبغي أن يكون عند كل مسلم، أن يكون له واحد، أن يكون في همه مشروع، أن يكون في همه مشروع يلقى الله تعالى به، يعني أن يبقي خلفه عملا يكون شفيعا له أمام الله سبحانه وتعالى. هذا المفروض أن لا يخلو هم مسلم منه، ينبغي أن لا يخلو هم مسلم من هذا، أن يكون له هم في أن يترك بعد وفاته عملا يلقى الله سبحانه وتعالى به، من علم إن كان أهلا لذلك، أو غيره من أبواب الخير وما أكثرها، من صدقة جارية، يترك صدقة جارية، أن يترك يعني سنة يحييها من سنن الخير ويقتدى به فيها بعد ذلك. مثل هذه الأمور يعني ينبغي للمسلم أن تشغل باله، أن يشغل باله هذا الأمر، أن يكون له أن يختار شيئا يقدمه بين يديه لله سبحانه وتعالى يلقى الله عز وجل به. نعم. غير أن كثرة الأعمال وانشغال البال قد حالت مع الأسف دون التنقيح وإن لم تحل دون التصحيح. قرأت واستعنت بالله تعالى على وضع الكتاب المرغوب. واستعنت بالله تعالى على وضع الكتاب المرغوب، وأخذت في الجمع والتأليف وفي التحرير والتحبير، ولم يمض طويل زمن حتى تم وضع كتاب في عقيدة المؤمن على ضوء الكتاب والسنة، وجاء كما أملت سهل العبارة قريب الإشارة، حججه قوية وأدلته قطعية. غير أن كثرة الأعمال وانشغال البال قد حالت مع الأسف دون التنقيح وإن لم تحل دون التصحيح. لأنه يفرقون بين التصحيح والتنقيح، يقول بين التصحيح هذا يكون مثلا في الأخطاء النحوية والإملائية وبعض الأخطاء، وتصحيح بعض الأمور المعلوماتية، والتنقيح يشمل هذا وزيادة من يعني تزيين مثلا العبارة، يكون شبيه بالبديع، يعني يزيد على ذلك أمورا تكون من تحسينية، تكون من البديع. نعم. فمعذرة إلى الإخوة القارئين إن رأوا تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التأخير. نرجو أن يكون هناك قراء، يعني هو المشكلة هناك أزمة في القراءة، فهو يقول معذرة إلى الإخوة القارئين، فنرجو الله أن يكتبنا من القارئين. أو تأخير ما حقه التقديم، أو زيادة كلمة في جملة، أو نقصها من أخرى، فأخل ذلك بجمال التركيب أو حسن الترتيب، فأفقد الكلام طلاه والأسلوب حلاه. هذا والكتاب لو لم أكن جامعه ومؤلفه لقلت فيه ما يرغب في اقتنائه ويبعث النفس على شرائه، وهذا أراه غير مانع من أن أقول فيه كلمة تقويم لا تعظيم ولا تفخيم، تحدد معالمه وتظهر محاسنه وتبين ما فيه من خصائص وما له من مميزات. وهل في ذكر ذلك من بأس إذا كان يحمل الإخوة المؤمنين على قراءة الكتاب واعتقاد ما فيه من الحق والصواب؟ لا سيما الجواب لا، وترك الجواب يعني للقارئ. الجواب هو لا، لأن يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وغير ذلك أنهم مدحوا بعض أفعالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خارج عن هذا، لكن ثبت عن الصحابة وعن أنهم كانوا وعن التابعين أنهم كانوا يمدحون بعض أفعالهم، وكانوا يظهرون تزكيات الغير لهم، كقول مالك رحمة الله عليه أنه ما أفتى حتى أثنى عليه كذا وكذا عالما وعدهم. الشاهد أن مثل هذا يعني إذا كان خالي من الرياء أن هذا لا محظور فيه،
معرفة أن هذا هو من الرياء أو ليس من الرياء هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نطلع على هذا. نعم. لا سيما وأني ما كتبته إلا لهم وما جمعته وألفته إلا لعلمي بحاجتهم الأكيد إليه وافتقارهم الشديد إلى مثله، إذ هم يعيشون في زمن أصبح من الصعب فيه قراءة كتب الأولين والاستفادة منها، وذلك لعوامل كثيرة من أهمها ما يلي: أولا، ضعف الملكة العلمية التي يتأتى بها للقارئ أن يفهم ما يقرأه ويستفيد منه ما هو في حاجة إليه من تصحيح معتقد أو فهم حكم أو تحقيق مطلب. نعم، هذا قال السبب الأول الذي لأجله قل قراءة كتب الأولين. قال الأول ضعف الملكة العلمية، لأن طلبة العلم الآن إنما ينشغلون بكتب المعاصرين، وكتب المعاصرين لا تمكن له ملكة يعني لغوية، بحيث أنهم لو أخرجت هذا الطالب من حيز المعاصرين كتب المعاصرين وأعطيت له كتابا مثلا لعالم يعني لعالم قريب العهد بنا توفي فقط قبل 200 سنة لما فهم عباراته ولا وجد كتاباته مغلقة عليه، لا يستطيع أن يفهمها، وهذا خطأ. المفروض الإنسان أن يروض يعني نفسه على قراءة كتب المتقدمين، فيقرأ من شروحات المتون مثلا الشروحات المتقدمة، والشيخ الذي مثلا يدرس عليه المفروض أن يحل له هذه العبارات وهو يسرد هذا حتى يعني يعتاد لسانه ويعتاد قلبه على هذا الترتيب في الكلام وعلى هذه المفردات. أما بعد ذلك لو أن الإنسان يعني عاش مع كتب المتقدمين، إذا قرأ كتابا من كتب المعاصرين لرآه كأنه يكتب بالدارجة، يقرأ كتب مثلا شروحات مثلا المعاصرة الآن في العقيدة وفي غيرها كأنهم يتكلمون صراحة بالدارجة، حينئذ لا يعجبه يعني. لكن المقصود من هذا هو أن في زمننا ضعف يعني ظاهر بين طلبة العلم في فهم كتب المتقدمين فضلا عن عوامه. هذا الأول. قال ثانيا، قلة العلماء الدارسين لكتب الأولين المحققين لها العالمين بما فيها الذين يرجع إليهم الطالب اليوم فيما خفي عنه منها أو أشكل عليه فيها. يعني بمعنى أن هذه الآفة لم تنحصر في طلبة العلم، بل تعدتهم إلى العلماء. فالعلماء الذين يعني العلماء المعروفون بدراسة كتب الأولين قلة، بل لا يعني أقل من القلة. يعني العلماء الذين هم معروفون بدراسة كتب الأولين في العقيدة وغيرها، الذين يكونون محققين لهذه الكتب عارفين بما فيها، هؤلاء قلة. فكثير من العلماء الآن مثلا في العقيدة لا يعرف من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الواسطية والحموية والتدمرية، الرسالات المختصرة فقط. فإذا رفع له مسألة من مسائل الاعتقاد قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية وحررها مثلا في التلبيس أو في لم يمر على الكتاب فضلا على أن ما قرأ ما وقف على هذه الكلمة ولا هو قرأ ما في الكتاب ولا هو قرأ غيره من ذلك. فهذا موجود. فهؤلاء إذا قرأت أنت الآن كتابا من كتب المتقدمين، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الآن كثير من الناس الشباب الآن، يأتي وهو ما أولا ليست له الملكة لفهم كلام المتقدمين ولا هو عارف باستعمالاتهم التاريخية لهذه الكلمة. أحيانا يطلقون بعض القواعد لها القواعد لها حكم خاص بالظرف الذي كتبوه فيه، هو لا له دراية بكتب المتقدمين ولا قرأها، فيأتي ويهجم على هذه الكتب المتقدمة، فيقرأ مثلا كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، فيقرأ في الكتاب مثلا طعنا في أبي حنيفة وغير ذلك، ولم يقرأ إلا هذا الكتاب، ولو قرأ مثلا غيره لا استطاع أنه مثلا يجمع ويأول ويعرف ذلك. ثم هو لم يجد من المعاصرين من يكون محققا لكتب المتقدمين ليرجع إليه، فيصير هؤلاء
يقرؤون الكتب من عندياتهم، هذه كتب المتقدمين، ويفهمونها فهمهم السقيم، لأن قلنا هم ليست لهم أهلية لفهم هذا الكلام، وهم ليس لهم من يرجعون إليه لفسر الكلام، فيجعلون من هذا، يعني يجعلون لهذا، يعني ما يقرؤونه يجعلون له بعدا آخر، فيبتدعون في الدين ويصير قولهم قولا منكرا، يعني قولا منكرا، ويقولون زورا، ويصير قولهم بدعة يعني في الدين، كما الآن ظهرت طوائف كثيرة. حينما تنظر أنت إلى تبديعهم مثلا للنووي، وتبديعهم مثلا لأبي حنيفة وهي ثالثة الأثافي، عندما يبدعون مثلا النووي، أنت حينما تسألهم عن سبب تبديع النووي يأتون ببعض القواعد قرأوها مثلا من كتب المتقدمين، أخذوا قواعد وغفلوا عن قواعد أخرى ما وقفوا عليها لقلة مثلا اطلاعهم. لأن عندنا كما أن عندنا قواعد أن من قال كذا صار مبتدعا، فإن لدينا قواعد أنه لا يكون مبتدعا إلا بكذا. كما أن عندنا قواعد أن من قال كذا فهو مبتدع، قواعد عامة، فإن كذلك لنا القواعد حين التخصيص أنه لا يكون مبتدعا إلا بكذا وكذا وكذا. هذه القواعد هم نظروا إلى هذه، ثم جاءوا إلى هذه القواعد، وهي قواعد عامة كلية تنزيلها على أحد الناس اجتهاد، تنزيل على أحد الناس ضرب من الاجتهاد. لا يعني كما أن النصوص الكفر العامة تنزيلها على الآحاد يكون راجعا للعلماء مثلا لأن هذا يرجع إلى الاجتهاد، كذلك هذه النصوص التبديع العامة تنزيلها على الآحاد لابد أن يكون فيه راجع للاجتهاد. فجاءوهم وهم فاقدون لشروط الاجتهاد وأنزلوها على أحد الناس، لا هم عاملوا بالقواعد، لا هم فهموا كلام السلف كما ينبغي، ولا هم راجعوا إلى أهل العلم، ولا هم أصلا وجدوا من يرجعون إليه. لأجل هذا طبعا الكلام حتى لا يخرج من هذا، فالكلام في هذا الباب يعني يطول كثيرا. نعم، وهذا فعلا هذه آفة، يعني قلة الاطلاع على الكتب المتقدمين هذه آفة. نعم. قال ثالثا انعدام الهمم العوالي إلا ما شاء الله، تلك الهمم التي كانت تحمل أصحابها على الصبر في الطلب وعلى المثابرة في الدرس حتى يلين الصلب ويسهل الصعب، فتنكشف مخدرات المعاني وتتجلى شمس العلوم والمعارف. نعم. رابعا ما طبع به العصر اليوم أهله من حب العجلة والعاجلة والرغبة عن الأجلة والآجلة، والعلم من شروط اكتسابه والحصول عليه الصبر والأناه والرغبة فيما عند الله. هذه من آفات العصر. كذلك كثير من الطلبة يعني سبحان الله حينما نحدثهم عن الطلب وغير ذلك يريد أن يصل بسرعة، وهذا من أيام قلائل يعني الماضية، من أيام القلائل الماضية كان مع شاب يسألني في شيء وهو يطلب علم، فكان يقول باللفظ الذي أنه يعني أن هذا الزمن زمن سرعة، يريد أن يصل بسرعة، يريد أن يناقش الشبهات، يريد أن يرد على كذا وغير ذلك. ويقول لك من شروط العلم الصبر والأناة، لا يمكنك أن تحصل العلم في أيام وأشهر وسنوات قليلة، هذا لا يمكن تحصيله أبدا. هذا من ظن أن هذا ممكنا له فقد زعم لنفسه ما لم يتصف به الأفاضل قبله، هذا لا يمكن. والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والعالم إمام، يعني حتى يعني حينما تقول تريد أن تكون عالما بمعنى أنك تريد أن تكون إماما يقتدى بك، ولن تكون إماما يقتدى بك إلا بالصبر أبدا، لن تكون هذا إلا بالصبر. فالصبر هذا من أهم شروط طلب العلم، من لم يصبر لن يحصل العلم أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم، يعني بالممارسة، كما أن الحلم بالتحلم فإن العلم كذلك بالتعلم. نعم. هذه بعض العوامل التي جعلت الحاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نقدم له حاجة ماسة، والعمل في تأليفه وإخراجه من الأعمال الصالحة النافعة. والآن فإلى كلمة تقويم الكتاب، حيث أقول إن هذا الكتاب الذي سميته عقيدة المؤمن هو بحق حاو لعقيدة المؤمن، مشتمل على أصولها، جامع لفروعها، لم يترك من أصول العقيدة ما يخل بها،
ولم يغفل من فروعها ما يضعفها أو يوهنها. فقد اشتمل على الإيمان بالله تعالى. هذه أبواب الكتاب، بحال اللي قال في الورقات يعني أبواب نعم. وصول الفقه كذا، هنا كيذكر لك أبواب ديال الكتاب. نعم. فقد اشتمل على الإيمان بالله تعالى وأدلته ومراتب المؤمنين فيه، وعلى توحيد الله تعالى وأقسامه، وعلى الشرك وأنواعه ومظاهره، وعلى بيان الوسيلة والتوسل والشفاعة والاستشفاع، وعلى أولياء الرحمن وكراماتهم، وأولياء الشيطان ومهاناتهم، وعلى الإيمان بالملائكة وأدلة وجودهم العقلية والسمعية، وعلى بيان مراتبهم وأعمالهم وأحوالهم ومادة خلقهم، وعلى ذكر الجن ومادة خلقهم، وعلى ذكر أحوالهم وأعمالهم ومآلهم، وعلى ذكر الشياطين وما جبلوا عليه، وما يحفظ الإنسان منهم وينجيه من كيدهم، وعلى الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة ومن نزلت عليهم وأدلة ثبوتها، وبيان عددها وأسمائها وناسخها ومنسوخها، وعلى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبيان عددهم وأسمائهم وأسماء أممهم، وبيان ديارهم وأزمنتهم، وعلى أعاظمهم وهم أولو العزم، وعلى أدلة الوحي وثبوته بالأدلة العقلية والسمعية، وحاجة الناس إلى الوحي الإلهي، وعدم استغنائهم عنه بحال من الأحوال. العاد والبعث والجزاء وإمكان ذلك، ووجوب الإيمان به، وعلى كيفية البعث وأحوال الناس فيه، وما يجري عليهم ويطرأ لهم من وزن أعمالهم وعبورهم على الصراط، ونجاة الناجين وهلاك الهالكين، وعلى ذكر دار السلام وما فيها من نعيم مقيم، وعلى ذكر دار البوار وما فيها من جحيم محرم، وعلى الإيمان بالقدر وأدلة وجوب الإيمان به العقلية القياسية والدينية الشرعية، وعلى ذكر الجبر والاختيار والإرادة والمشيئة والهداية والإضلال والحسنة والسيئة، وعلى خاتمة في بيان ثمرة هذه العقيدة وفائدتها المقصود منها والمتوخات فيها. ومن خصائص هذا الكتاب احتواؤه على كل أجزاء العقيدة الإسلامية وبحثها بالتفصيل. من مميزاته جمعه في إثبات مسائله بين الدليلين العقلي والسمعي، كتابته بروح العصر، والله أسأل أن ينفع به من يقرأه ويدرسه، وأن لا يحرمني أجر ما بذلت فيه من جهد، هو من فضل ربي علي وإكرامه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إذن هذه كانت مقدمة الكتاب. الآن إن شاء الله نبدأ في حاجة الإنسان إلى العقيدة وضرورتها.